المشاهدين في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم في يوم جديد من ايام الاسبوع. النهارده بمشيئه الله تعالى، النهارده الاثنين 31 يوليو 2023، وانا معدي بالشارع كده بالصدفه لقيت استاذه واقفه ومتنرفزه وعماله تدعي وعماله متنرفزه ومتضايقه، فدخلت عليها قلت لها ايه انت متضايقه لايه، في ايه؟ قالت لي والله بس ايه رايكم هي اللي تقول بلاش انا اللي اقول. ازيك يا استاذه؟ الله يسلمك. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. نتعرف بحضرتك؟ اسمي حنان بال. منين يا استاذه حنان؟ من شنطنا الحظ. تمام. شغاله في ايه سعادتك؟ شغاله في شركه بدايه التمويل المشروعات. في وسنة؟ يعني الناس اللي بتبقى عايزه تمول مشروعات صغيره، مظبوط؟ بتيجي تاخد قروض، والقرض بيبقى بضمان ايه بقى سعادتك؟ لازم يكون في مشروع، اهم حاجه. ده اول نقطه. من شروط التمويل لازم يكون في مشروع والعمل يقدر يدفع. تمام. وبتدوا في حدود كام القرض؟ من 5000 لحد 200,000. من 5000 ل 200. بداية اللي بياخد في الأول بتدوا له 5 عشان تشوفوا الأول؟ لا، مش كله بياخد 5 ومش كله بياخد حسب 200. المشروع؟ على حسب المشروع وعلى حسب دخل العميل. تمام. طب وايه الضامن؟ يعني في القروض اللي هي من 5 ل 20,000 ده بيبقى ضامن واحد. بالظبط. من أول 21,000 لحد 200,000 بيبقى 2 ضامن، بس القروض اللي فوق 70,000 بيبقى فيه ضامن حكومة. تمام. طب هو حضرتك ايه الأوراق اللي بتبقى من اللي بياخد 5000 بيجي يقدمها عندكم؟ الأوراق في يعني معظمها بيبقى بطاقة العميل وبطاقة الضامن ووصولات كهرباء، وصل من عند العميل، وصل من عند النشاط، والضامن بيبقى عنده وصل، وعقد ايجار بقى بتاع النشاط بتاعه. تمام. هي دي كل الاوراق اللي بيجي يقدمها. رسوم بقى للقرض، يعني القرض من 5000 لحد 50,000 بيدفع رسوم 100 جنيه. طيب ال 100 جنيه دي بعد ما بياخد ولا قبل ما بياخد؟ قبل ما بياخد، عشان بيتعمل بقى يسكون. طيب لو اتعمل بيها واترفض يبقى ال 100 جنيه راحت عليه؟ خلاص كده بياخد بقى وصل. الفلوس اللي بتخش هو كده بياخد وصل بال 100 جنيه. تمام. والعنوان بتاعكم فين بقى؟ احنا شارع الساح في وسنة. في وسنة. جنب مستشفى الشبان المسلمين. تمام. البنك اسمه بنك بداية التمويل المشروعات متناهية الصغر. والله كويس، يعني انتوا بتسهلوا متسهيلات اهيت، بس المشكله في السداد زي ما حضرتك انا شايفك. يعني انت دلوقتي احكي لي، بس ما تقوليش اسم العميل. يعني انت دلوقتي بتقول انا جيت كذا، ما تقوليش اسم ولا كده، معلش حضرتك بس قولي ايه اللي حصل. العميل ده واخد مني قرض 16,000 على 14 شهر، دفع معايا 5 اقساط، ودلوقتي متعسر مش عايز يدفع، كل يوم رايحه جايه عليه هو والضامن بتاعه. العميل معظم الوقت بيبقى في البيت ومش عايز يفتح البيت. طب والضامن؟ يفتح للشقه. الضامن يعتبر اخوه، ودي للاسف يعني مشكله اللي احنا نجيب حد من داخل البيت. كل ما اروح له يقول لي يعني ابسط كلمه في بق اي عميل يقول لك روح اشتكي، انا معاك ورق روح اشتكي. ده مشكله. وهي الشكيه يعني سهله كده انه ما يتحبس عشان بعد 90 يعني يوم هو متبقي قد ايه؟ حضرتك متبقي عليه مبلغ قد ايه؟ لسه متبقي عليه كتير. بقول لك هو دفع قسطين؟ لا، يعتبر 5 اقساط. القسط بكام؟ القسط ب 1600. 1600. يعني ما دام ماشي ده العمليه، يعني المفروض الواحد لما الاوراق هو شغال ومراته شغاله، وانت زي ما انت شايف كده ربنا والله يفتحها عليهم. بس هو في الشقه جوه مش عايز يفتح، عمال اخبط عليه، تعبت منه ومفيش فايده. معلش احنا ما نعرفش ظروف الناس، بس برضو الناس تقدر ظروف الموظفه اللي جايه وجايه في عز الحر وجايه عشان يعني تاخد القسط، وكل ما عليها تقدر ان هي تقدم الاوراق للنيابه وتاخد مجراها، وبالطريقه دي هيبقى صعب على العميل. صح؟ احنا مش عايزين ننزل العميل، احنا يعني ادانا فلوس عشان يمول مشروعه. تمام. هو برضه احنا ما بنقولوش هات الفلوس كلها، بناخد اقساط، يعني كل شهر يعني ناخد قسطنا. هو القسط صعب عليه. بالظبط. طيب في البدايه بقى استاذه حنان، استاذه حنان، في البدايه بقى اسالك سؤال ونقفل هذا، والناس عرفت، وان شاء الله يعني العميل هيشوف هذا الفيديو وان شاء الله هتبقى بشرة خير. تمام. ايه عكس كلمه نجوم؟ عكس كلمه نجوم؟ ايوه، عشان تاخد الجايزه سريعه. عكس كلمه نجوم. مش عارفه؟ لا استنى، عكس نجم عكس كلمه نجوم. لا مش عارفه. مش عارفاها؟
قالت مش عارفاها. عموما دي اجابه خاطئه. شكرا ليك يا استاذه حنان، وانت خسرتي الجائزه اللي كنت هتاخديها، كانت مفاجاه اكبر يعني مما تتوقعي. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا.